واليوم غنحضر معكم السفوف اولا سلو اللي ضروري يكون عندنا في المائده الرمضانيه ديالنا، وفي اي دار مغربيه ضروري غتوجدوا السفوف والتحضيرات ديالو والريحه ديالو ضروري خاصها تكون عندنا قبل رمضان. المهم هاد السفوف هذا راه شي حاجه اللي كتكون صحيه بزاف وكتعطينا واحد الطاقه من بعد يوم طويل من الصيام. هنا غتبعوا معايا المراحل. المهم هنا غنعطيكم طريقه ديال حماتي. هنا غناخد الزنجلان بعد ما غنقيه ونغسلو. اهم حاجه هو داك الغسيل، فاش كتغسليه كتبداي تصفي الزنجلان وكتخلي الماء تحت، راه كيبقى داك الحجر وكتحيديه وكتعاودي هاد المرحله بزاف المرات. ومن بعد كنديرو هكذا في مقله وكنديرو في طاوه الفران مع التحريك المستمر. يعني فاش كتحطيه هكذا فوق البوطه واخا كيكون فازك، المهم غير كتنشفيه في واحد الشبيكه وكديريه وكتبقاي تحركيه مزيان كيطلع داك البخار. المهم فاش ما كيبقاش داك البخار راه كيبدا يتحمر. ملي كيبدا يطرطق لينا راه تما كيبدا يطيب. المهم كنحاولوا اننا ما نخليوهش يتحرق باش ما كيطلقش لنا المرونه في الصفوف وكنضيعوا الصفوف ديالنا. ضروري اننا نحضيوه نوقفوه حتى كنحمروه وما كنحرقوهش. هنا عندي الكاوكاو حتى هو حمرته، النص ديالو كنحيد ليه القشره والنص الاخر كنخليه، لان ديك القشره كتعطينا واحد المذاق وكتطلق لنا داك الزيت ديال الكاوكاو. خديت اللوز حتى هو. هنا بالنسبه للوز راني ما قليتوش كامل، يعني داك اللي غادي نديرو في الصفوف غير حمرته في الفران. وهذا ديال التزيين، يعني ضروري كنديروا هذا ديال التزيين. كنقليه وكنسلقوه ونفسقوه وكنقليوه في الزيت اللي هي بارده، كنقصوا عليه العافيه وكنخليوه يتحمر بشويه باش ما كيتحرقش. صافي هنا كنبدا نطحن. بالنسبه للكاوكاو كناخذ نصف الكميه كنطحنها حتى كتولي كتطلق الزيت ديالها، والنص اللي بقى ليا كنخليه مهرمش. كذلك بالنسبه للزنجلان النص ديالو راني هرمشته والنص كنطحنو حتى كيطلق داك الزيت باش ما هاد السلو هذا ما كيحتاجش لينا زيت كثيره. وهنا كندير الزبده، هنا عندي نص كيلو. كناخذ كاسرول وكندير فيها الزبده. المهم الزبده راه كنبقى ندوبها حتى كيحيد ليها هذاك اللبن الفوقاني. كنقص عليها العافيه ونخليها العافيه ميله كتذوب على خاطرها باش داك اللبن اللي كيبقى ما كيخسرش لينا سلو مع المده، يعني كيبقى لكم مده اللي هي طويله. هنا راه عندي وكندوز المرحله ديال التخلاط. المهم الطحين اللي كنكون غربلته، المكونات كلها كنغربلها. وهنا خديت الزنجلان والكاوكاو واللوز، كنحطهم هكذا فوق الدقيق على هذا الشكل. وكنضيف نافع وحبه حلاوه إلان حتى هما كنطحنهم مزيان وكنغربلهم وكنضيفهم. فبالنسبه للمقادير والقياس غادي نعطيهم لكم من بعد. المهم هنا كنضيف المكونات كامله على هذا الشكل وكناخذ القرفه اللي غادي نغربلها حتى هي على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ندوز نضيف سكر كلاصي. المهم بالنسبه للمبتدئات الا تبعوا المراحل راه غيصدق ليهم سلو من المره الاولى. فين حطينا كاع دوك النواشف في القصريه، من بعد غنضيفوا الملحه حسب الذوق. ما غنكثروش الملحه بزاف، كنديروا واحد شي شويه غير باش كتعادل لنا الذوق ديال السلو. بسم الله 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 بسم الله. هيا ربي البركة، هيا ربي البركة خلا رزق، يدير البركة خلا عمر، يدير البركة حنا الزام، يدير البركة ثروة، يدير البركة جميع المسلمين. حتى كل عاون ربي هاد كل فلوس نسهل سيدي ربي. هادكي حنا ربي سوانا ننزار، هادكي حنا ربي سوانا ربي تبارك وتعالى. هادكي تحنت يا رب تعاون زمدنا قلنا يا ربي. هادي يا ربي تبارك وتعالى رزقي يفولك مدنا قلنا في هاد العواشر. طيب انت يقن كل دار الخيرات ما نشتاني ان شاء الله اخر رمضان نعاون ربي افلسني قبل سيدي ربي. تظليت ننسن
يقبل فلاس نظام النسن، يقبل فلاس الصدقات النسن، يقبل فلاس الاعمال، يقبل فلاس نوال فولكين، يعني التنين نوال فولكين يفولكين تفلاس يقبل سيدي ربي، تفلاس يقبل سيدي ربي، التنين ربي يخلي الميزان يتوقب علينا يا بيان التنين جرى ولا تهدو ربي، تهدو ربي. هو علاج هم الخيرات ان شاء الله وسرت في دار مني كراه راس سرسيه في دار يتفدار كراه راس سرسيه السحور كري قالتي نزيد في الوقت الناس في الوقت الناس. المهم الخيرات درت هادشي نخر رمضان يا هيدا ربي مبني قال لنا تظلم هادتني هداو بعد التظن يديش نقرب الإيمان الإسلام هادتني هداو ربي هزوا سنسروان نسن هذا سنجاج ربي سروان نسن مبني قال لنا تفلس نساء سيدي ربي. ومن بعد الدعوات اللي دعت معكم حماتي، المهم هاد الدعوات هما اللي باقيين حنا عايشين بهم، الدعوات الصادقه ديال الناس الكبار، الناس اللي معاهم البركه. هنا راني خديت داكشي كامل وعاود خلطته، يعني بسبستو مزيان ودرتو في واحد القميله اللي هي كبيره او لابانيو، المهم اي حاجه عندكم واسعه ممكن، لانه هو كيبغي العريق كيبغي الخدمه ضروري غديروه في شي حاجه اللي هي هكذا كبيره وتبداو تخدموه وتخرجوا له الزويته ديالو مزيان. كيبغي الدليك وكيبغي انك واحد المجهود واحد شي شويه. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه ممكن يخدموا في العجانه شويه بشويه، كيديروا شويه بشويه وهما كيخرجوا الزيت ديالو كيعلكوه. بالنسبه للمقادير انا هنا عندي كميه اللي هي كبيره. المهم هنا غنعطيكم القياس. بالنسبه للدقيق درت 3 كيلو ديال الدقيق مع كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ديال الزنجلان وكيلو ديال الكاوكاو، 4 ديال الإيلان ونافع وحبة حلاوه. درت 3 المعالق غير هما كنقيوهم ونغربلوهم مزيان نمسحوهم. وبالنسبه للتحمار ما نحمروهمش بزاف، غير كنصهدوهم. 3 المعالق ديال القرفه كبار، سكر على حسب الذوق، مسكه حره حتى هي مدقوقه مزيان، والزبده اللي خلطت معكم. بالنسبه للزبده تقدروا تزيدوا الزيت، انا ما كنديرش زيت العود، زيت نوار الشمس راه حتى هي صحيه. كنسخنها غير واحد شويه، ما كنخليهاش حتى كتحرق، وكنخلط بها مزيان. وشويه ديال الملحه ضروري كنديروا قبيصه ديال الملحه، وكنحركوا المكونات مزيان. المهم السر ديالو في ديك التخليطه انكم كتخرجوا ليه الزيت ديالو، وفي التحمر ديالو ما تحرقوش باش ما كيعطيكمش المروريه. وكان هذا هو الشكل ديالو، كيجي مهلك وكيجي لذيذ بزاف هذا السلو هذا. نتمنىكم انكم تتبعوا هذه المراحل، راه غيصدق معكم من المره الاولى، وكيجي خفيف ما كيجيش داك السلو اللي كيقهم اولا ثقيل بزاف بالمكونات اللي كيكونوا كثيره. وغير هو نصيحه ان الزبده تكون زبده اللي هي مزيانه، ما تكونش ديك الزبده الواطه. بصحه وراحه.